عسلامة يا جماعة، هذا يوم الأحد 9 صباحا. قدملكم العام تاو الجد بالأحرى، تاو عمره 83 عام. إنسان الانرجي اللي فيه ممكن ما فميش في عبد عمره 30. anyway مشينا بالموتورات، خلينا الموتورات وباش نمشي نطلعوا جبل. لهني يقول لي اللي جبل فيه 600 درجة. ياسر نستمتع كي نخرج مع الجدة على خاطر نتعلم منها برشا حاجات. لهني يقول لي اللي هو 20 عام كل يوم الصباح يجي يطلع الجبل هذا. نجم تستمتعوا بالمنظر متاع الأشجار، أشجار البامبو في هانجو ياسر تهبل، والخريف في هانجو حاجة تانية خالص. كي يسألوني شنية أحلى حاجة تعجبك في هانجو، نقول لهم الأشجار، يقولي والله بالك واسع. أما ذيك هي الحقيقة. لهني الجدة ويعمل في إكزرسيس الظهر، مازال باش يبهركم بالتمارين الأخرى اللي باش يعملها. كماني قعدت بيه تاني قلت هذا ماشي شعبط يمشيش يطيح. أما والله بالحق يعطيه الصحة. he is such an inspiration for me. يشجعني ويموتيفيني برشا. نحب برشا الحديث معاه على خاطر يعلمني الصبر وسع البال، ويحكي لي حاجات على الصين، عادات وتقاليد صينية، تواريخ صينية، وزاد ساعات يدلني على بلايص ما نعرفهمش بأرخص الأثمان. هذه ما كلفتنا حتى شيء، خرجك ما هذه استمتعنا بالمنظر هذاك الكل بلاش. يحبوا شنو الساني دايز كي تبدا مش مساكي، على خاطر معظم الوقت في هانجو كلاودي ولا بارد في الشتي والخريف يعني. هوانا الاكزرسيسات. حتى الاخر شباني راه ما يغرقمش الا الشعر الاسود. لهني لاحظت اللي هم يشيبوا بكري شويه، اما زاد يصبغوا شعراتهم كسوار رجال ولا نسي كيف يشيبوا يصبغوا شعراتهم. حب زاد برشا الاوراق متاع الاشجار. هيك هو كملنا في حكايه سواع غير ربع سواع هكاك الصباح، ومن بعد هزينا الموتورات وروحنا للدار، واستمتعت في الثنيه بالالوان متاع الخريف في الاشجار. عايش قولكم في الجد تاعو.